ياه، ده الواحد ما كانش عايش. يعني انت مبسوط؟ تصدقيني لو قلت لك ان انا عمري ما عرفت كلمه الانبساط غير النهارده. انا طول عمري الانبساط بالنسبه لي هو البوكس، اللعبه اللي كنت بهرب ليها من اي حاجه. انا اتولدت من جديد على ايديك يا روح. ماشي يا عم، كل بعلي حلاوه. اللي يشوفك ما يقولش انك كنت متجوز ومدوب قلوب الفنانات. فنانات. عارفه، لما يكون الواحد قدامه اكل هو مش حابه ولا هو عايزه، بس هو مجبر عليه، مفيش حاجه قدامه. انا كنت كده. ابو الحاج منصور كان يقول لي دايما كلمه حلوه قوي. ايه هي بقى؟ ايه؟ اللي ما دقش المارون جلاسيه يقول على الجمبيز تفاح. يعني انا بقى المارون جلاسيه؟ انت مارون جلاسيه قلبي. طب بس بقى عشان احنا مش لوحدنا. مش لوحدنا، ايه، احنا في الطل. وبعدين انت مراتي. ايوه، يعني انت عايز ايه؟ عايز اقول لك بحبك. عزازي مش هيجيبها لبر يا منصور. هو خلاص حط ايده على قرار الحكايه. القبلسة ده جالي في وقت مش وقته خالص. دماغي مشغولة بمليون حاجة، مصايب نازلة فوق راسي ترف واحدة ورا التانية. كل ده بسبب اللي عملناه زمان يا المص. كل ده ذنب فيروز. ما تجيبش سيرتها على لسانك تاني. وبعدين ما احنا ربنا لها ابنها اهو احسن تربيه، ما كانتش تحلم بيها. وفي الاخر انت خدت ايه؟ اتمرد عليك، وهو سبب المشاكل اللي احنا فيها دي. علي طول عمره في ظهري يا المص. مش معنى ان انا ضاغط او شادد عليه شويه ابقى كرهته. في الاول وفي الاخر علي ده يبقى ابني. عارفه يعني ايه ابني؟ يعني مهما زعلت منه مش ممكن ابدا اكرهه. تكرهه تحبه مش فارق. اللي فارق دلوقتي ازاي نخلص من حوار عزازي، نقطع عرق ونسيح دمه. لا، دم تاني لا يا المص، لا. انا قصدي ان احنا خايفين على الفاضي. فيها ايه لما نعرف علي على عزازي ونقول له ان ده ابن فيروز، وان فيروز جت رميته وتفشت. قعدنا ندور عليها ما لقيناهاش، فص ملح وداب. ودي هتدخل على عزازي؟ هيشتريها منك؟ عزازي خرج من السجن لقى نفسه لوحده، لا عنده عيلة ولا عنده حد يسأل عليه، مقطوع من شجرة. ما صدق يلاقي عيل يتعكز عليه. عايز علي يقول له حمد لله على السلامة يا خال، ازيك يا خال. يا ريتها ترسى على كده، كان يبقى مفيش مشاكل. المصيبة بقى لو بخ في ودن علي وقال له ان احنا السبب في موت امه. علي ساعتها مش هيسكت وهيطربق الدنيا فوق دماغنا. وانا مش عايز اخسر علي، مش عايز اخسر ابني يا قمص. وايه اللي يثبت ان احنا قتلنا فيروز؟ جثتها هتطلع من تحت الارض وتعترف علينا؟ العيار اللي ما يصيبش يدوش. يبقى ملهاش الا حل واحد، يا نخلص من عزازي يا عزازي هو اللي هيخلص مننا. مين؟ ايوه مين؟ يا نهار ابوك يا اسود، انت عملت ايه؟ مش وقت ندب دلوقتي، تعال نقلب المكان ونغب من هنا. يلا الوليه دي هنعمل فيها ايه؟ اكيد مش هنطلب لها الاسعاف. خلص خلينا نخلع. يلا يلا يلا. هي كلمة واحدة ورد غطاها.
علي كلايب فين؟ لا بقول لك ايه، ابلع ريقك كده، انا ما بخافش غير من اللي خلقني، وممكن دلوقتي الم عليك خلق الله. ريحيني وانا هريحك وهنمشي دغري. انا رحت له الحته، عرفت انه ما ظهرش من امبارح، وعرفت كمان ان سره معاكي. كان زمان وجبر يا عينيا قبل ما المحروسه بتاعتك تطلع لي في المقدر جديد. يبقى أمنية اللي عارفة مكانها، عشان اللي في عب روح دايما في حجرك. روح ولا كلمتني ولا اعرف عنها حاجه. طب شوفي يا فنانة، أنا عارف إن أنت دايبة في شباك علي، وأنا عايز أختي عشان الراجل اللي كان هيكتب عليها، يعني إحنا بالصلاة على النبي كده مصلحتنا كلنا واحدة. عرفيني مكانهم وأنا وعيدك روح مش هتشوف علي لآخر يوم في عمره. شوف بقى، انا علي قطع معايا كل حاجه بسبب اختك، بس عموما علي عنده شقه بيروحها لما بيكون متخانق مع مراته. حلو قوي، ادينا العنوان ويبقى كتر خيرك. يا علي. ايه يا عبدي؟ ميادة. عاوز ايه دي؟ رد. لا انا مش عايز وجع دماغ، انا مبسوط ومش عاوز حاجه تعكر مزاجي. يمكن تكون محتاجة حاجة. يا ميادة. الحقني بسرعه يا علي، ابوس ايدك، دخلت لقيت امي مقتوله. بتقولي ايه؟ لقيتها مقتوله يا علي، لقيتها مقتوله. بسرعه بسرعه والنبي، بسرعه يلا. طب انا هتحرك واجيلك مسافه السكه بقى عندك، كلمي خالك منصور على ما اوصل. في ايه؟ عمتي فاتن ميادة دخلت لقيتها مقتوله في شقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب يلا نروح لهم. انا غير هدومي واتحرك. أنا هاجي معاك، مستحيل أقعد هنا لوحدي. لا اله الا الله. ايه في ايه؟ طيب يا اللي بتخبط، في ايه يا ابني؟ عامل ازعينا ليه؟ يا ست المص، لقوا الست فاتن سايحه بدمها جوه شقتها. فاتن